على محمد وآل محمد. على محبة محمد وآل محمد الثانية. لقبول أعمالنا وأعمالكم الثالثة بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ابن رسول الله يا صاحب المصيبة الراتبة وقتيل الدمعة السانكية. لعن الله ظالميكم وقاتليكم أجمعين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز وراء فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. الشاعر في حضرة أمير المؤمنين عليه السلام. يا من إذا عدت مناقب غيره يا علي يا علي. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. إني لأعذر حاسديك على الذي أعطاك ربك ذو الجلال وفضلا. يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على مخاطب الذؤبان في فلواتها. شوف الشاعر وين يريد يوصل ويا أمير المؤمنين؟ يخاطب أمير المؤمنين يذكر بمعجزاته يقول له مخاياتي خاطب الذؤبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمز البلاد وبليلة نحو المدائن قاصدا
سامع معجزة أمير المؤمنين عندما جاء إلى سلمان إلى المدائن وجهزه، قام بتجهيزه، كفنه دفنه. يا علي يا علي، بليلتين نحو المدائن قاصدا في آل سلمان، حين جئت مغسلا. مولاي مولاي يا ليت في الأحياء شخصك حاضر. وين وحسين يا أبا عبد الله، وحسين مطروح عرصة كربلاء. شلون حال الحسين؟ عريان يا أبا عبد الله، عريان يعلوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب العمامة والرداء. يا بعض سيدي ليتهم اتبعوا بقتلك يا ابن رسول الله، لكن وعلى يا أبديه مسلوب الإمامة والرداء، ولصدره تطأ الخيول وطالب بسريره. جبريل كان موكلا، لذلك ساعد الله قلب العقيلة في زيد. هذا المنظر وتسمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي ورضي جسد الحسين. تقول اريد اجد الخيال المجبلي، انا المجبلين والله اللعبة على ابن امي يا عزيزي. والله بعد عدل يومات العشي تقول الاخي وبالنواخي راح صوتي يسمعون وينهون اخوت اخويا يا اخويا قبل موتك يا ريت صار موت وانت اللي تغسل لي الحسين. انا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت رسول الله أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. محطات الإنسان مع الله لا تنقطع في هذه الدنيا، لكن البعض يستغل هذه الفرصة فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والبعض الآخر يمر بهذه المحطة مرور الكرام. لذلك أمير المؤمنين يقول اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. ربما تأتي الإنسان لحظات، ربما تأتي الإنسان ليالي يكون فيه قلبه مقبلا على الله سبحانه وتعالى. لذلك أمير المؤمنين على طويل في الإقبال والإدبار يقول لهذه القلوب إقبال وإدبار. مرة تشوف قلبك متوجه، مرة تشوف شوف هذا القلب ما عنده توجه نحو الطاعة نحو الله سبحانه وتعالى. يقول فإن رأيت القلب مقبلا فزد في النافل. إذا تشوف القلب هذا مقبل ما يخالف، لا تكتفي بالصلاة فقط، صلي صلاتك الواجبة أو
عما في ذمتك، اقرأ القرآن، اقرأ لك دعاء، توسل إلى الله سبحانه وتعالى. هاي لحظات شنو مولاي؟ إقبال. وإن أدبرت لا، فاكتفوا على الفرائض، اقتصروا على الفرائض. صلة من الصلات المهمة بالله سبحانه وتعالى هو الدعاء، وهذا ما تشير إليه الآية المباركة، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طبعا يعني هنا المفسرون يقول أن هناك مباشرة بين الدعاء والاستجابة، لكن بين الدعاء والإجابة أو الاستجابة مراحل يجب أن يمر بها الإنسان لكي يكون دعاؤه مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. أولا، ما هو الدعاء؟ الدعاء لغة هو نوع من أنواع الطلب. الطلب إلى أنواع في اللغة، مرة تطلب من المساوي فيسمى التماس، مرة تطلب من الأدنى فيسمى أمر، مرة تطلب من الأعلى منك فيسمى دعاء. لذلك عندما تمر على تعريف الدعاء في كتب التفسير يقول هو لفت نظر العالي الحقيقي إلى الداني الحقير. يعني الله سبحانه وتعالى هو العالي، هو المتعال، هو رب السماوات والأرض. الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه النعمة، نعمة الدعاء. فالإنسان عندما يكون في لحظات الدعاء يريد ماذا؟ يريد أن يلفت أنظار الله سبحانه وتعالى ويفتح بابا من أبواب رحمته. هذا ما يعني أن الله غافل عن هذا الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنسان يدعوه. لذلك الروايات تقول أن الإنسان يدعو ويدعو ويدعو، فأحد الأنبياء شاف هذا الإنسان يدعو قال إلهي ألا تجيب؟ قال لا، أنا أحب أن أرى عبدي المؤمن يدعوني. لكن شنو الدعاء مولاي؟ وما هو الدعاء؟ وما هي مقدمات الدعاء؟ وما هي شروط الدعاء؟ وما هي أمار استجابة الدعاء؟ وما هي أزمنة استجابة الدعاء؟ الدعاء مرة يكون بتوجه، وهذا الدعاء المطلوب، مرة يكون بعدم توجه. وللأسف الإنسان لا يفكر، وهي الفكرة الشائعة ربما خاطئة، لا يفكر الدعاء إلا في وقت الشدة والحاجة. الإنسان لما يتمرض، لما يقع في مكروه من مكاره الدنيا، أبعد الله عنا وعنكم جميع مكاره الدنيا والآخرة بحق أبي عبد الله الحسين، الإنسان لما يقع في مكروه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الروايات تقول أن مثل هذا الإنسان إذا كان بعيدا عن الله ما يدعو الله ووقع في شدة فدعا الله سبحانه وتعالى، إذا تحقق وصعد صوته إلى السماء تقول الملائكة، تقول هذا صوت لا نعرفه. هذا الصوت وين كان كل هاي السنين؟ لا يدعو الله سبحانه وتعالى فقط في وقت الشدة. لذلك الحديث القدسي ماذا يقول؟ يقول اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة. لذلك أنت لما تجي إلى مدرسة أهل البيت تجد أن الدعاء يحمل معاني كثيرة، معاني تدعوك إلى حسن الخلق، تدعوك إلى بر الوالدين، تدعوك إلى التأمل في الآيات الكونية والأرضية، تدعوك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، تدعوك إلى كثير من الأمور الاجتماعية. سيد واحد يقول الدعاء يتعلق بالله سبحانه وتعالى، شلون يتعلق بالأمر الاجتماعي؟ تعال اسمع الإمام السجاد يقول له إلهي اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنظر. هذا واقع اجتماعي ولا؟ أنت تمر على إنسان مظلوم في حضرتك وتعلم به هو مظلوم، هنا إذا أنت ما نصرته لازم تعتذر من الله سبحانه وتعالى كما يفعل الإمام السجاد. والإمام السجاد ما بحاجة مولاي لكن ليعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى، وهذا من شروط الدعاء، كيف ندعو الله سبحانه وتعالى. الآن أنت تخيل نفسك عندك طلب في وزارات، استدعوا قالوا لك فلان
الوزير الفلاني راح يقابلك فلان يوم الساعة مثلا 8 أو 9 صباحا، عليك قد تستعد لهذا اللقاء. تختار أولا الملبس المناسب، تختار الكلمات المناسبة. يعني أنت عندك قضية ربما متشعبة وتدري هذا المسؤول ما عنده وقت، لازم تختصر، يقول لك تعال لك 10 دقائق أو ربع ساعة لكي تطرح قضيتك. أنت راح تختار الأسلوب المناسب، تختار الكلمات المنمقة، تختار أن تتكلم بأدب حتى يسمع هذا الإنسان مشكلتك، ربما يحلها ربما لا. زين، هذا أنت تتصرف مع إنسان، كيف وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض الذي في يده مقاليد السماوات والأرض، خزائن كلها بيده. إذن أنت بحاجة إلى مقدمات حتى تستطيع أن تصل إلى الأمر المطلوب والدعاء المطلوب الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لأن الآية تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى يا من قرب من خطرات الظنون بعد عن لحظات العيون. سبحانه وتعالى قريب منا، لكن أنا أبتعد من الله، أنا أبتعد عن ساحة رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا الدعاء له مقدمات. أولا أن أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا كلي ثقة بالله. لذلك رسول الله يلفت الأنظار يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا تجي تدعو بقلب ساهن شاهدك لله، يلا هسه رب العالمين ما أدري لو يسمعني لو ما يسمعني، لو يجيبني لو ما يجيبني. لا، ادعو الله بثقة، وكلك ثقة بالذات الإلهية برحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. لا يبقى الإنسان متردد. صحيح ربما عدم استجابة الدعاء، إن شاء الله عدم استجابة الدعاء لها أسباب، لكن أنا واجبي أدعو الله سبحانه وتعالى. الله يستجيب أو لا يستجيب هو حكمته، هو الحكيم. إذن النقطة الأولى أن أدعو الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بقلب واثق. ثانيا أن أختار الأماكن والليالي، يعني الزمان والمكان التي ندب الله سبحانه وتعالى إليها فأدعوه، فأستغل تلك الليالي. كأنه الآن طبعا الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في كل وقت، يا من لا يغلق بابه. لكن الله سبحانه وتعالى من خلال رسول الله، من خلال أهل البيت، علمنا أن هناك بعض الأزمنة لها خصوصية في القرب من الله سبحانه وتعالى. مثلا عندك موسم سنوي وهو شهر رمضان، ويا له من شهر عظيم. لذلك رسول الله عندما يمر على النفحات الإلهية في شهر رمضان يقول ألا وإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. تدري شنو الشقي؟ يعني اللي ما يصير له شارع، هذا ينتظر. يسألون الإمام الصادق عن ذلك، يقول نعم هذا لا يغفر له إلا قابل، يعني إلى شهر رمضان الجاي، شهر رمضان ما الله سبحانه وتعالى غفر له. إذن كم هذا الإنسان يحمل من العصيان ومن الخطأ ومن الذنوب. يقول إلا أن يشهد عرفة، هذا الإنسان يتوقف الحاج بعد يصير مسألة أخرى. إذن الإنسان يجب أن يتعرض إلى هذه الأزمنة وإلى هذه الأمكنة. عندك شهر رمضان هذا الموسم السنوي يحمل من القدر العظيم من الله سبحانه وتعالى، اللي تقول الروايات أنه في آخر نهار كل يوم من شهر رمضان يعتق الله 1000 رقبة من النار. فإذا كانت ليلة الجمعة ونهارها أعتق في كل ساعة 1000 رقبة من النار. فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق قدر ما أعتق في شهر رمضان. لأن هاي الرحمة تستحق الإنسان يتعرض لها. بعد عندنا موسم أسبوعي وهي ليلة الجمعة. الله يا ليلة الجمعة. المصيبة إخواني أن بعض الناس لا يحلو له معصية الله إلا في ليلة الجمعة. الآن كثير من الناس حقيقة لا نتعجب أنا. الآن شهر محرم دخل علينا، أيام الحسين، خصوصا هاي الأيام العشر الأولى. المفروض الإنسان شوية يغير من حاله مولانا.
لأنه يستعد لمصيبة الحسين، وأي مصيبة أبكت أهل السماوات والأرض. شوف البعض أصلا ولا يم حقيقة. والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن أبيه باب الحوائج موسى بن جعفر. شو يقول؟ يقول كان إذا دخل شهر محرم لا يرى أبي ضاحكا أبدا، أصلا ما يبتسم ما يضحك، وهو البشوش وهو طلق الوجه، لكن أكو مصيبة، مقدمات مصيبة. فإذا صار يوم العاشر كان يوم حزنه مصيبته، ويقول هذا اليوم الذي قتل فيه جدي الحسين. كان يحث أهل بيته البكاء على الحسين، لأن يعني هذا البكاء له أثر، أن تشيع الحزن في عملك في دارك في كل مكان، تحمل مصيبة الحسين في قلبك. لذلك الإنسان خلي يستغل هاي الليالي إخوان نحو التغيير إلى الأحسن إلى الأفضل. قلنا ليلة الجمعة يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أو الإمام الباقر يقول أن الله سبحانه وتعالى يأمر ملكا فينادي من أعلى عرشه. ليلة الجمعة تبدأ ليلة الجمعة إلى الفجر، هذا الملك من غروب يوم الخميس إلى فجر الجمعة ينادي بأمر الله على لسان الله: ألا من مريض يدعوني فأشافيه، ألا من صاحب حاجة يدعوني فأقضي حاجته، ألا من مهموم يدعوني فأفرج همه. إلهي فرج همومنا واغفر ذنوبنا في هذه الليلة بحق شيبة أبي عبد الله الحسين. هاي الليالي ما لازم الإنسان يخليها تمر هكذا. لذلك يشوف أهل البيت ما تركوا ساعة من ساعات النهار، ما تركوا ليلة تمر علينا، ما تركوا مناسبة إلا وألحقوها بأحد الأدعية. لذلك أنا أتعجب بعض الإخوة في المساجد في الحسينيات الله يحفظهم، لما يجي يدعو بعد الصلاة يجيب له دعاء ما أدري منين، يعني شكل له في الدعاء من عنده. مولاي ليش مو عندك هاي الكتب؟ عندك كتاب مفاتيح الجنان، تدري شنو هذا الكتاب لما تقرأ عنه؟ شيخ عباس القمي أعلى مقامه، حقيقة شخصية فذة من العلماء. شيخ عباس القمي يقول بعضهم: رأيت رجلا يمشي في الأزقة ليلا لزقة مظلمة وأرى نورا يدعى بين يديه، نظرت وإذا به الشيخ عباس القمي. بعد شيخ عباس القمي يدخل على أحد العلماء وهذا العالم كان بيشلل برجله، التفت له يقول له: شيخ عباس أتوسم في وجهك خيرا، أنت كلك عطاء كلك خير كلك قرب من الله، ألا تدعو الله لي أن يشافيني من مرضي؟ شيخ عباس يقول له: قال له: سيد فلان أنا هذا لساني ما متأكد مذنب أو لم أذنب به، ما أدري، لكن يشهد الله على يدي هذه لم تكتب إلا فضائل أهل البيت، أنا خليها رجلك بعد والشفاء من الله. يقول: وضع يد الشيخ عباس على رجل هذا العالم إلى الصباح وإذا به يقوم مشافى معافى. لما يتحدث عن كتاب مفاتيح الجنان شيخ عباس القمي يقول: والله ما كتبت كلمة في هذا الكتاب إلا وأنا على طهارة متوضئ ومتوجه إلى القبلة. وتشوفه كتاب مدقق محقق، يبين لك الأخطاء، يبين لك الدرس، يبين لك المناسبات، يبين لك كل شيء في الدعاء. زين مولاي ليش أترك هذا التراث هذا الكنز وأنا أجي أطلع من يمي تطلع دعاء؟ أدري هذا الدعاء شنو ما شنو مولاي، ليش؟ شنو هذا عجز كسل؟ إذا ما أنا متكسل ما مضطر أصدى للدعاء، خلي غير واحد يدعو الله سبحانه وتعالى. لأن أذكرك بالرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، دخل عليه واحد من أصحابه قال: يا ابن رسول الله إني اخترعت دعاء، أنا جبت دعاء وجاي أعمل شيء فرحان. الإمام الصادق أصلا ما قال له شنو الدعاء مالك، ما قال له والله قل لنا يا، لا قال له مكانك، قال له اقعد لا تحكي الدعاء، قال له ستكون هناك فتنون مظلمة كظلمات الليل، أخبار
راح تجيك فتن، استعن عليها بدعاء الغريق. هاي الآن بعض العلماء أو كثير من العلماء يحثون على أن ندعو به في زمن الغيب كل ساعة. قال أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الدعاء يجب أن تحمله حرزا معك ليلا نهارا، لحظات التوجه، حتى في لحظات عدم التوجه قله حتى يتعود لسانك عليه. الآن هنا محل شاهد، هذا ردد صاحب الإمام ردد الدعاء لكن زيد كلمة، قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار. الإمام قال له مكانك، قال له إن الله حقيقة نعم الله مقلب القلوب والأبصار، لكن قل كما أقول أنا. ليش؟ لأن كلام أهل البيت مولاي تحت كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، لأن كلام أهل البيت بإسرار. الإمام ما يتكلم هكذا مثلا. الآن عندك مثلا الآن عندك برامج بالحاسوب ما تفتح إلا بكلمات مشفرة، حقيقة لو لا؟ أبواب السماء بحاجة إلى أن تخرق، ولا تجدوا الأدعية التي تخرق بها حب السماوات إلا بأدعية محمد وآل محمد. فهذه دعوة إخواني إلى أن نقتني هذا الكتاب. أنا ما أعتقد أكو بيت خالي من هذا الكتاب، بس مرة كتاب تستخدمه ومرة كتاب خلي لك كتب بركة. شلون القرآن عندنا هنا ما شاء الله حقيقة. شوف الحسينيات الجامع يجيبون الإخوة بهالكتب توجيهية، بكتب الأدعية، بكتب القرآن الكريم، تلقي لك كم واحد يتصفح، لكن الأغلب ما يصفح. يجي قبل الصلاة يقعد قال فلان وحد فلان. يا مولاي أنت في حرم الله سبحانه وتعالى، نستغل هذا الوقت. هسه احنا الدنيا ملحقين عليها، يا ما نحكي ويا ما ناخذ غيره ويا ما خلي نقعد لحظات في حرم الله فنستغفر الله سبحانه وتعالى. خلي اختار لي في الدعاء خصوصا إخواني. الدعاء يقبل في مواضع. أولا في تعقيبات الصلاة. الآن عندك عندما تكمل الصلاة طبعا أهم تعقيبات الصلاة هو تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. حقيقة بعض العلماء يقول مباشرة أنت الآن خلصت مباشرة بدون أن تلتفت وتتكلم بكلمة سبح تسبيح الزهراء، لأن من آثار هذا التسبيح أنه يدرأ كل خلل في الصلاة. لذلك الإمام الصادق يقول له أن هذا التسبيح علمه رسول الله صلى الله عليه وآله لجدتي فاطمة، ولو كان هناك شيء أفضل منه لعلمه إياها. إذن هذا شنو مولاي؟ هدية تحفة من رسول الله إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لذلك هذا أفضل تعقيب. بعد ذلك تعال تلقى كتب الأدعية تعقيبات مختصرة، تلقى أدعية الأيام، تلقى في كل يوم زيارة أحد الأئمة صلوات الله وسلامه السلام عليهم أجمعين. ما تلقى فد شيء خالي، ما تلقى بحياتك. البعض هسه قاعد مثلا بالقهوة تلقاه 4 ساعات باليوم. لا والله أنا شايف البعض تدري حقيقة يعني رجل شيبة قاعد بالقهوة صار الأذان مع الظهر راح صلى بالمسجد ورجع كمل. أقول له مولاي أي صلاة هاي عادة لو شنو مولاي؟ وانت بدل هذا الوقت والإنسان يسأل يوم القيامة. حديث عن رسول الله لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أشياء، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبقاه، عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، عن كثير من الأشياء. زين أنت الآن تعال اسأل واحد قضى حياته في القهوة والقهوة ايش بيها يا مولاي؟ بيها شيء بيه خير؟ الله وكيلك. سيجي واحد يقضي وقت، عمي شو تقضي وقت؟ وهذا آلات قمار، هاي حرام، هاي الدنيا وطاولة حرام يا مولاي، حتى بلا رهان حرام، والعلماء يفتون بذلك. ويجي واحد يكتب كيفه
زين هذا الإنسان اللي خلص قد 50-60 سنة بالقهوة، تعال سئله، قل له تعال حج فلان، ما هي الثمرة التي أخذتها من هذه السنين في هذا المكان؟ أكو ثمرة؟ لكن بالعكس، شوف الإنسان الذي قضى حياته وين؟ في المساجد. شوف الإنسان حليف المسجد، شوف هذا الإنسان أولا قريب إلى الله سبحانه وتعالى، شوف هذا الإنسان ذو أخلاق طيبة، بالمسجد يتعلم الكلمة الطيبة يا مولاي، وبالقهوة شو يتعلم؟ الآن المصيبة الآن شبابنا تعال يا مكتب القهاوي قاعد تنفتح، ما أدري شو المصيبة الجديدة، وكل وحدة من هذه الأماكن تقدم شيئا جديدا. الآن عندنا في السنين الأخيرة دخلت مسألة النارجيلة، سيجي واحد يقول حرام النارجيلة، لا مولاي مو حرام، وإن كانت بعض الأحيان تصير حرام إذا صار فيها مضرة للإنسان، طبعا إذا صار السبب لهلاك الإنسان تصير حرام، لكن هي مو نفس النارجيلة. تعال شي يخلون بالنارجيلة، هاي المصيبة الآن بالقهوة. هذا الشاب المسكين يجي شوف لك فشيء جديد، وهاي مصيبة، هاي مسألة المخدرات يعني بيها إدمان يا مولاي. هذا أول مرة الملعون شي يسوي؟ ينطيه إياه ببلاش أو بسعر مخفض. ليش؟ يعني هذا يدري بعد ما يترك يوم 2 3 4 هذا بعد ما يقدر يستغني عنها، عقله تشبع بهذه المادة المخدرة. زين اجى قبل كان ينطيه إياه مثلا ب2000، هسه قال له والله ب10 يلا صرفه. هذا الشاب وين يروح مولاي؟ شغل عمل يروح بعد. شوف هاي أبواب الشيطان مفتوحة، لو يسرق، لو يمد ايده على أموال أبوه، لو ياخذ لفت حاجة من البيت. ليش مولاي احنا نفتح الأبواب؟ نخلي يكون عندنا وعي، خل كل إنسان يراقب أولاده، خل كل إنسان يراقب من هو مسؤول عنه. تعال هذا الابن قاعد يسهر ل 12 الوحدة بالليل، وين راح؟ خليه شاب، هذا رجال ما ينخاف عليه، مو لما يسوي لك مصيبة وظل تركض وراه بالليالي مولاي، وربما يقتل أو ربما يسجن أو ربما من مصائب الدنيا الكثيرة. بس أنا ليش أفتح علي بابا من الشر؟ إذن الإنسان يجب أن يكون مختارا لخطواته، لا يبقى غافل. والله هكذا أنا شبيت لقيت نفسي بهذا المجتمع، هاي العائلة، لقيت نفسي ما قدامي غير القهوة، بعدها أنا ما أقدر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما الله سبحانه وتعالى مخليك في دار. قلت لك قبل أيام الدنيا هي دار التكليف والبلاء، الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. لذلك الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب، منطيك هاي الأدعية ليلا نهارا تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. مبحث الدعاء مبحث طويل جدا، لكن ما هي الأمور التي تعجل باستجابة الدعاء؟ قلت لك أكو أماكن وأكو ليالي. الليالي ليلة الجمعة، شهر رمضان، هاي الليالي المباركة، ليالي الأعياد المباركة. بعد عندك أماكن يستحب أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان. ما هي من هاي الأماكن؟ بيوت الله سبحانه وتعالى، المسجد، بعد مراقد أهل البيت عليهم السلام. الإمام العسكري يوم من الأيام يتمرض يا مولاي سلام الله عليه، فينطي واحد من أصحابه يقول هاي أموال تذهب إلى قبر جدي حسين وتدوليه هناك. هذا يشوفه يباوع بوجه الإمام، قال له ماذا تريد؟ قال له سيدي أولست أنت في منزلة من بالحائر؟ أنت إمام والحسين إمام. قال نعم، لكن لله بقاع يستحب أن يدعى فيها، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. تحت قبة الحسين سيجيك واحد يشرع عليك تهمة، يقول أنت تقف قدام الحسين تقول له يا أبا عبد الله اغفر لي. لا مولاي، ما أنا أقول للإمام اغفر لي، أقول له يا أبا عبد الله إني أجعلك وسيلتي فاسأل الله أن يغفر لي.
نحكيها بس ماكو مولاي. والله لو تحكي بعد سنة كاملة تقعد وتلزم لك سماعة وتقول عم احنا ما نشرك بالله، احنا ما ندعو الحسين بذاته، انما نؤمن بان الحسين عبد صالح من عباد الله وندعو الله سبحانه وتعالى، والله ما يصدق. والله يجي واحد يقول لك لا ما يصير تخلي لك انسان بينك وبين الله. لا مولاي، القرآن صريح في قصة النبي يوسف عليه السلام عندما جاء أولاد يعقوب عليه السلام قالوا له يا أبانا استغفر لنا. ها ايش قال لما قالوا له استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين؟ نبي مولاي، كلام النبي تشريع، ما قال لهم روحوا ادعوا، ما يصير أنا تجون أنا أدعو لكم، لا، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صح لو لا؟ إذن هذا القرآن صريح. زين تقول لي الحسين ميت؟ لا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحسين قتل في سبيل الله أو لم يقتل في سبيل الله؟ بعد أنت جاي مهيج مولاي، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة. والله تشوفه حياة، تشوفه كشخة ولابس لباس العلماء، حقيقة مولاي والله ما يفقه شيء، لكن يردد فد أشياء تراثية تاريخية ماخذيها. لما تجي تحكي تناقش بالتاريخ يقول لك لا لا تحكي، ما يصير، تلك أمة قد خلت لها وكسبت. لا مولاي أنا لما أجي أتحدث عن الحسين أريد أن أخذ بمن أقتدي، بمن أنادى يوم القيامة إذا قالوا لمن إمامك. رسول الله يصرح جميع المسلمين من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أنا يجب أن أعرف وأحمد الله على هذه المعرفة بالحسين عليه السلام. حقيقة نعمة من الله عظيمة أن تكون في هذه الدنيا وإمامك أبو عبد الله الحسين. الحسين اللي ما ترك أي شيء في جعبته حتى ضحى به في سبيل الله سبحانه وتعالى، ضحى بأصحابه. وأي أصحاب؟ ضحى بأهل بيته، ضحى بنفسه، وضحى بعياله. مولاي مرة يكون المقاتل رجل كبير، أنا مختار طريقة، لكن مرة تقدم للموت تقدم لك شاب في زهرة شبابه. الشاب مولاي يخلف بأنه مقبل على الحياة، صح لو لا؟ شاب يريد يتزوج، شاب يريد يتزوج من هذه الدنيا، جديد العهد بهذه الدنيا، شاب يحب أن يبقى، أن يرى السعادة. لكن تعال شوف شباب الحسين عليه السلام، تعال إلى ليلة الشباب، خلي شبابنا في هذه الليلة يأخذون القدوة الصالحة من القاسم ابن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليهم. حقيقة هالشاب لما توقف أمامه ما تحس هذا غلام، لا، تحس بطل فارس هز كربلاء عندما نزل في أرضها. لكن الحسين كان يظن به على القتال، يظن به على الموت. لما أقبل تقول الرواية نظر إليه الحسين قال عم حسين لا تأذن لي فأقاتل هؤلاء القوم. الحسين قال له بني إلي. شو تقول الرواية؟ احتضنه وبكى، أو وضعه بيده وبكى. قال بني قاسم أنت وديعة أخي الحسن عندي، أنت الآن أنا بيتك، والحسن في آخر لحظات عليه السلام أوصاني بك، أنا أظن بك على الموت وتسير برجليك إلى الموت. هنا شجاعة، هنا البطولة، هنا الفروسية، لا التفاني في سبيل الحسين. قال عم يا حسين أراك وحيدا فريدا ولا أمشي إلى الموت برجلي؟ أنا ما قاعد أشوف وحدتك، أشوف قلة أنصارك. قال بني كيف ترى الموت؟ قال والله لا أرى الموت معك أبا عبد الله إلا أحلى من الشهد. شوف هذا الفارس، بارك الله بك بني. الآن تقول رواية استدعاه
وألبسه عمامة أخيه الحسن وقلده سيفه ثم أركبه. ويجي واحد من الشعراء يمثل لك هاي صاح وداعت أركب يا جسام. حسين كم شاب وداع، كم فارس، كم بطل، ساعد الله قلبك. اخواني ليالي، احنا ليالي ترى نقسم المصائب. الحسين شاف كل هاي المصائب في ساعات معدودة من النار. صاح وداعت الاركاب يا جسام يا جسام يا بدر اللي طلع بيه للخيام، حمل فيه يا ويلي وعلى المهر قام وصاح يوم يوم يا ميادي. الله، فارس صعد على صهوة جواده، لكن الحسين التفت له قال قبل أن تخرج مر بخيام النساء، ودع عماتك ودع أخواتك. الشاب مولاي صعبة، الأم لازم تودعه، العمة لازم تودعه، النساء لازم تودعه، لكن ايش قد من شبابنا طلعوا بدون وداع يا مولاي. جاء القاسم وقف بجواده بين النساء، تأمل الصورة يا مولاي. تقول الرواية هذه تتمسك بركابه، هذه تشمه من نحره، تلك تنادي يا قاسم ارحم غربتنا. والله لازم ترجع يا بسكي انا وعمتنا حجمه. اسمع الكلمات، والله لازم ترجع يتيم، يتيم الحسن هذا، لازم ترجع بسكي انا وعمته بنحر الجمه، ومن الخيم مذهوله طلعت تنادي يا ابني يا وليد يا ابني يا جاسم هالوكيد حيلك لعمك ضمه، هذا الوكيد ذاخرتك بالك خيب ظنون. جواب الفارس حز الرمح والجنة يا والدة تدعي، دعاء الوالدة يا اخواني دير بالك على الوالدة شبابنا. هز الرمح والجنة يا والدة تدعي. عندك حاجة اوصيك وصية بهاي اللحظات، احلفك بالقاسم اسمعي الوصية. اذا عندك حاجة قبل ما تطلع بوس اقدام الوالدة واطلع، الحاجة تنقل له. والله هز الرمح والجنة يا والدة تدعيني، رايح انا يا والدة من غير ما تقلي ليش. يقلها عمي وحيد بكربلاء المنع ضم. اسمع الوصية، رايح انا يا والدة وقت الشرب ذكري، يقلها اوصيك يما وصية السمعين لفظ جوابي، ترى شبان لو شفتيهم والله ذكر شبابي. ناخذ شوية حوار ولد وبين امه. تقل ربيتك يا لوحي، الله اكبر، ربيتك يا الوحيد يا عمو الطوالي، يما افرش لك رمش وتنام واغطيك برمش تالي. جاسم جاسم وش لا تسمك يا بعد امك حلسان، تقل يما يا الولد كبرنا وكبرت الايام ونسيت التعب ورماها. يا ابن ومن تريد تقوم طول بطولة قوموا وياها، اي تمايل عودك ويا الريح بين اصحايا
شوف الولد يجاوب امه شو يقولها؟ يقولها يما لا شفت الشباب تأمليهم يا يما وسالفة قصتي عليهم. يقلها يما لا شفتي شباب تأمليهم يا يما وسالفة قصدي عليهم وشوفي همك وحب بديهم يا والله وسمع صوت جاسم من حجيهم. الأم شو تقول له؟ تقول له يما الولد للشدة ردنا يما الولد للشدة ردنا وبالكبر تاخذنا يمينا لا يا جاسم الله أمل الأمة ولا شنو يا الولد. اسمع مولا اسمع أخاف مأذيك بالوالد تقول له ولا عشي على متونك تشيله تراب اللي حد بيدك من التشيل. الله ودعها. خرج القاسم بطل فارس ان تنكروني فأنا نجل الحسن ابط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس سقوا صوب المزن حمل على القوم دخل في أوساطهم خرج من أعراضهم قتل شجعانهم بينه ويقاتل إذ انقطع شسع نعله فانحى عليه ليصلحه. يقول حميد بن مسلم أرى هذا الغلام كشقة قمر طالع فقال عمر سعد النفيلي والله لأذكلن أمه به فجاء من وراء القاسم بالسيف ضربه بالسيف ألا المنادي ويتيم وإماما وحسنا وسيدا وقاسما جاءه حسين وجده يحرك برجله والله بكى ونجاه يا جاسم شبيدي سعد الله قلبك ابا عبد الله. شم مصيبه شفت ابا عبد الله والله بكى يا ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك عدوري يا ابني هانلكم تخلوني وحيد. الله شوف هاي الرواية تأمل تسمع بالمقتل أن الحسين انحنى عليه وضع صدره على صدر قاسم لكن شوف هاي الملاحظة يقول حمله الحسين ورجلاه تخطان على الأرض. ليش الرجلين تخض رجلي القاسم؟ بعض العلماء يقول لأن القاسم عندما سقط على الأرض جاء الخيل فكسرت عظام رجله. الله رجليه كانت مكسورة. بعد يقولون لا بعض العلماء لأن الحسين انحنى من هول المصيبة ما قدر يشيل ظهره يا مولا. الله وين الحسين؟ جاء به إلى خيمة الشهداء وضعه في الخيمة لكن الحسين تأخر. النساء اجن وقفوا بباب الخيمة يريد يدخل يمشن على القاسم لكن الحسين تأخر. ما الذي جرى أبا عبد الله؟ ولا وحدة من النساء تتجرأ لكن اكو وحدة إلها مكانة بقلب الحسين زينب سلام الله عليها دخلت. شلون شافت منظر؟ شافت الحسين وضع القاسم في ناحية والأكبر في ناحية
تارة ينظر إلى الأكبر يقول ولدي علي، تارة ينظر إلى القاسم يقول نظر الحسين شاف زينب واقفة، ما ورايك يا أخي؟ قالت له أخي يا أبا عبد الله إن النساء تريد تبكي على القاسم لكن هيبتك تمحنا أبو عبد الله. قام الحسين وخرج من الخيمة، دخلت عماته وأخواته تقلها حير حلو الجهامة وعدلي على راس العمامة وشوفيه برجوة سلامة تقلها عمة حليت ترعى من الصفعتين وعاينت للمطعون رمحي. كل النساء تبكي مولاي لكن هذا البكاء هين. من تجي مولاي؟ اجت امه وقفت على راسه قالت بني قاسم بحق الليالي إلا ما هجرت تقل يا قاسم الله ما اسمع يا جسام يا ابني مالي امك. الام هاي مولاي الام اطلب حقها. يا جسام يا ابني مالي امك ومن الخبر فريت يمك تقل حبالي لصاويه بجسمك يا ابني هينة وتزور فيك عزمة. تقل يا جسام يا ابني يا ضوى عيوني انا بكي عليك وانا مهمنة. الله اكبر يا الله يا الله يا الله يا الله. اخواني هذه الدموع لها قيمة عظمى عند الله سبحانه وتعالى، وهذه حرقة القلب في هذه اللحظات تستغلها لنرفع أيدينا إلى الله. لحظات استجابة الدعاء عند البكاء على الحسين، على مصائب الحسين برفيع الصوت والأيادي مرفوعة إلى رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب أما يجيب إلهي نقسم عليك بأحب الخلق إلي، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين بحق القاسم وبحق الإمام الحسن يا الله. وأهم حوائجنا عتق ربنا من النار. إلهي شفي مرضانا وكل مريض الليلة الساعة لا سيما نسأل لكم الدعاء بمريض كربلاء زين العابدين يا الله، خصوصا المرضى الفقراء شافهم وعافهم يا الله يا الله. اللهم ارزقنا حسن العاقبة، اللهم ارزقنا في الدنيا خدمة وزيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم هون علينا سكرات الموت، خفف عنا عذاب القبر وقنا عذاب النار.
النار. إلهي احشرنا يوم حشرنا في حال آل محمد. إلهي اجعل الحسين أول زائر لنا في قبورنا يا الله. اللهم ارحم أمواتنا شهداءنا من مضى منا من هذا الجمع، ارحمهم برحمتك الواسعة يا الله. إلى أرواحهم، أرواح موتى مؤسسي هذا المجلس المبارك، أرواح العلماء والشهداء خدمة الحسين كافة، إلى روح الشيخ علي الصغير، وإلى روح عميد المنبر الحسيني الشيخ الوائلي، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرة ثلاثا بعطر الصلاة على محمد وآل محمد.